المكرونه البشاميل محدش طبعا بيختلف عليها، بعملها بطريقه خطيره. ازاي البشاميل يطلع معاكم مظبوط وحلو قوي وجوسي كده؟ طريقتها سهله جدا، اللي اول مره يعمل مكرونه بشاميل هتنجح معاه من اول مره، وكل اللي هيدوقها هينبهر بيها. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. هبدا باللحمه المفرومه، معلقتين كبار من الزيت، هشوح معاهم بصله متوسطه متقطعه صغير، ملح وفلفل اسود. اول ما البصله تدبل هنزل بقى بنص كيلو من اللحمه المفرومه، اشوحها كويس جدا. لما تغير لونها ابتدي ان انا اظبط الملح والفلفل الاسود ورشه من جوز الطيب، وبعد كده هضيف لها 3 معالق كبار من الصلصه، هقلبهم مع بعض كويس واسيبها بقى على نار متوسطه تتسبك شويه مع الصلصه، وكده اللحمه هتبقى جاهزه عندي. ميه مغليه، معلقتين صغيرين من الملح، رشه من الفلفل الاسود، هنزل بكيس من المكرونه، وهنا الكيس حجمه 400 جرام. هديها تقليبه كده واسيبها على النار من 7 ل 10 دقائق حسب نوع المكرونه. المهم ان المكرونه بتبقى طريه بس ماسكه نفسها عشان لسه كمان هتدخل الفرن. بصفيها وبعد كده بديها شطفه بسيطه قوي تحت الميه، وكده المكرونه بقت جاهزه عندي. والاحلى بشاميل عندي معلقتين كبار من الزبده وثلاث معالق كبار من الزيت، هنزل عليهم بخمس معالق كبار بس مش مليانين من الدقيق، وهشوحهم مع بعض كويس جدا لحد ما ريحه الدقيق تطلع. وبعد كده هنزل عليهم بلتر من اللبن بس بالتدريج، يعني بنزل شويه لبن واقلب وشويه لبن واقلب لحد ما اخلص كل كميه اللبن اللي عندي. وبعد كده هنزل عليهم بكوبايه من كريمه الطهي، بتدي طعم حلو قوي للبشاميل. اظبط الملح ورشه من الفلفل الاسود ورشه كمان من جوز الطيب، مهمه جدا في البشاميل. هقلبهم مع بعض كويس جدا، وبعد كده اقلبه لحد ما يبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. وبس كده بقى جاهز عندكم احلى بشاميل. اعملوا الطريقه دي مستحيل يكلكع منكم وهيطلع حلو قوي. بجيب الصينيه او البايركس بتاعي، ادهنه كويس جدا بالزيت، هنزل بطبقه من المكرونه وبعد كده رشه بسيطه قوي من البشاميل، وبعدين بضيف اللحمه المفرومه اللي احنا جهزناها واضغطها كويس جدا، وطبقه تاني من المكرونه. وقبل البشاميل على طول بحط رشه من الفلفل الاسود، وكمان جبنه موتزاريلا بتتحط قبل البشاميل عشان تعمل المطه الحلوه. بغطيها بالبشاميل وعلى الوش كده حبه جبنه موتزاريلا تاني. بكون مشغله الفرن على درجه حراره 180، بحطها على الرف الوسط تلت ساعه، وبعد كده بشغل لها الشوايه عشان تاخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. شايفين بقى شكلها حلو جدا؟ انا بحب اكلها كده وهي لسه سخنه عشان البشاميل يبقى سايح والجبنه كده بتمط معايا وتحفه. لو انتوا عايزين القطعه كامله زي ما هي يبقى سيبوها تبرد قبل ما تقطعوها، تلاقوها اتقطعت معاكم قطعه متماسكه، بس في نفس الوقت برضو البشاميل جوسي وطري وطعمه تحفه. جربوها، انا واثقه جدا انها تعجبكم. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد.